السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وكل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا خارج مصر. بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يسمي بالله ويصلي على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوناش في اللايكات الحلوه بتاعتكم فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشرفني اشتراكه ويبقى جزاه الله كل خير. ربنا يجبر بخاطركم جميعا ويستركم جميعا كل اخواتنا في مصر وكل اخواتنا في الدول العربيه. صلوا على الرسول، اهم حاجه صلاه النبي مكسبي، وما تحلاش اي حاجه الا بالصلاه على محمد حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وقرة اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء. النهارده عمر الفراخ 24 يوم بس، وانا داخله كده انا بصور بالنهار اهو، هو كده كده باين اهو، بصور كده بالنهار اهو. بالليل بنقول بنصور بالليل بالنهار كده كده، حتى البلكونه منوره من بره اهي، فاحنا بنصور معاكم الفيديو ده بالنهار. نشوف بس الفضلات الاول ونشوف احنا شفنا ايه عند الفراخ. جزاكم الله. طبعا الطبيعي اهو، الطبيعي يا جماعه عزكم الله كذا حاجه. يعني انتوا حتى لو لاحظتوا هتلاقوا الفضلات كلها زي بعضها الحمد لله. اهم حاجه الفضلات، عزكم الله. انا عديت برضو عند البلكونه اهو بوريكم ايه بقيه الفضلات اهي. فضلات كويسه جدا والطبيعي هو دي اللي تعرفي الفضلات الطبيعيه من ايه، اللي هي اللي بوريها لك دي. اي لون متغير بنبقى عارفين نعالج الاسهال ازاي. كل اسهال له علاجه. بس انا بقى لما دخلت عمر الفراخ النهارده زي ما انا قلت لكم 24 يوم، انا كنت عندهم دلوقتي يا جماعه العصر فاضل ساعه ويدا، انا كنت عندهم حوالي الساعه 9 الصبح. طبعا كانت في سقايه نصها وفي سقايه فاضيه خالص. السقايه النصها سبتها خلصوها اهي، والتانيه كنت مليها الصبح لسه بميتها بحالها. اهم حاجه هنغير دي، هنشطفها ونغيرها. ولو بس العلف موجوده بس برضو ممكن نزود علفه التانيه. داخله بقى لقيت يعني صدمه بجد عند الفراخ، صدمه عند الفراخ. وارد يا جماعه صدقوني الفراخ عمرها 24 يوم اهو، ودفى مش قادره اقول لكم. عارفين الشمس دي لوحدها بس اللي جايه من المشمع دي كفيله تدفي المكان. يعني الشمس ده اهي كفيله بتدفي المكان. وادي 3 لمبات هبعد اهو، 3 لمبات اهو، كل لمبه 200، يعني حاطه 600 واط في الاوضه. لمبات حمراء كل لمبه 200، وعندي دوايتين اهم رفعوهم هم. لو انا عايزه اشغل كمان حاجه منهم هشغلها، بس هشغلها ليه؟ دوايتين اهم. هشغل ليه يا جماعه؟ 3 لمبات والفراخ زي ما انتم شايفين متفردين والمكان دافي. عايزه اقول لكم المكان ولع، انا كبني ادمه حاسه ان المكان ولع فرن. المكان دافي جدا والفراخ كلها بسم الله ما شاء الله متفرده اهي، مفيش اي حاجه. وادي التهويه بتاعتنا دي يا جماعه، التهويه زي ما انتم شايفين اهي بتاعت الاوضه كلها، دي التهويه. فكل حاجه في الاوضه متظبطه والحمام كويس انتوا شايفين مش بأثر مع الفراخ في حاجه. بس امبارح بالليل بعد ما خلصت معاك الفيديو بتاع ال 23 لقيت فرخي مش عاجبني كده كسلان فسبته. هو ضعيف بس انا سبته، قلت ايه يمكن الصبح يروق. بس الحمام بتاعه قعدت مثلا عدلت اللي مؤاخذه الجردل ده وقعدت عليه 10 دقايق كده ولا ربع ساعه، لقيته عامل الحمام بتاعه طبيعي ما فيهوش اي حاجه. بس امشيه مش قادر يمشي، احركه مش قادر يتحرك. الله. المهم داخله دلوقتي هو ما ماتش على فكره. كل ده بصوا هو ممدد رجله، بصوا حتى دون عن الفراخ. بصوا بسم الله ما شاء الله حجم الفراخ وحجمه هو نايم بقى. يعني بصوا الفراخ كلها بسم الله ما شاء الله حجمها عامل ازاي وهو حجمه عامل ازاي، لان هو لقيته ضعيف كده. امشي فيه امبارح بالليل مش عايز يمشي، احركه. بصوا يا جماعه بصوا هو اصلا يعتبر بصوا يعتبر بيموت مش قادر يمشي على رجله، هو في الروح لسه. وعايزه اقول لكم زي ما قلت لكم وما زلت بقول لكم الفضلات بتاعته كويسه جدا جدا جدا. بس سبحان الله ما اعرفش مال مره واحده كده دون عن الفراخ كلها. بنحط مضاد سموم على يدكم حتى امبارح، وبنحط خل في الميه، والفراخ جسمها بسم الله ما شاء الله. يعني اللحم بتاع الفراخ اهو احمر. بصوا يا جماعه بصوا الفراخ بصوا بصوا الفراخ بصوا اللهم صل على النبي. ولا في اللحم بتاع الفراخ مزرق ولا كتمه مكان ولا اي حاجه. بصوا اللحم بتاع الفراخ من بعيد
مفيش كتمة مكان، مفيش احتباس حراري، مفيش مثلا من قلة ان انا بحط يعني في اهمال ان انا ما بحطش خل كمضاد سموم. ده هو مضاد سموم اصلا الاساسي حطاه امبارح، يعني علشان برضو الحصانه اللي كانت منفوخه، وبرضو ايه كوقايه عشان تغيير العلف وكده. برضو كل اسبوع بحط مرتين ولا 3 في الاسبوع. فهو ده ضعيف وما اعرفش ماله يا جماعه. فالحمد لله اللي بتيجي في الحاجات دي. انا كنت جايبه 40، 3 ماتوا، وادي واحد اهو خلاص. يعني انا بتهيألي ممكن اطلع بالليل الاقيه ميت. لسه بقى في فيديو ال 25 كده لما نيجي نصوره معاكم هنقول لكم بقى، هنشوفه عايش هنشوفه ميت هقول لكم. اللي هم زي ما انتم شايفين اهو، لكن على جنب واجيبه كده نايم، اجيبه كده نايم وهو في روح وصحي يا جماعه، ان هو مش ميت اصلا. بصوا اهو عينه مفتحه، وبصوا اهو فوق، بصوا جسمه اه. بس الله اعلم بقى في ايه. برضه هعمل ايه بقى كوقايه عشان برضه نستفاد من بعض كلنا كده. كوقايه كده هنعمل ايه؟ هنجيب في دروب. انا ما عنديش في دروب، كان عندي وخلص بصراحه، كنت جايباه للبطل. بس انا هجيب في دروب احط له بقه قطاره، وهحط للباقي كله. يعني هحط له بقه هو قطاره، وهحط الباقي كله. هحط 8 سم على ال4 لتر ميه، يعني ال 2 سم على لتر الميه كوقايه للفراخ. ودي اللي احنا بنقوله، هتعالج حاجه تعبانه هنعالج السليم والعيان، هنعالج الاتنين. يعني عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الفراخ زي الفل، والفراخ واكله وشربانه ومفيش اي حاجه، والمكان جميل جدا جدا جدا. وانتوا شفتوا الفيديو اللي عملته معاكم المره اللي فاتت، والنظافه بتاع العمر ال20 مظبطه الدنيا وفرشه شكاير وجير، مفيش اي حاجه ولا ريحه ولا حاجه، والجو ساقعه كده كده اصلا. فدي من ايه بقى؟ ما اعرفش، دي حاجه بتاعت ربنا يا جماعه، دي حاجه بتاعت ربنا. بتبقى فراخ كبيره وخلاص قربتي تذبحيها، ولا قدر الله حاجه بتموت، تلاقي حاجه ميته. فالحمد لله، ويعني بسم الله ما شاء الله الفراخ بصوا. فالحمد لله على اللي يجيبه ربنا. فراخ اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين كده، وهي الفراخ اصلا كده كده بتشهد على نفسها. بصوا الفراخ اللهم صل على النبي، المكان كله زي ما انتم شايفين كده اهو، مفيش فيها اي حاجه، والمكان دافي والمفتاحيه متظبطه، والفراخ بتشهد على نفسها، كل حاجه بعيده عن الثانيه، ولا متحطه عند الجدار. لو لازقه في الجدار كده كلها تبقى حرانه، لو تحت اللمبات تبقى سقعانه، الفراخ كلها متفرده بعيده عن بعضها اهي، مفيش اي حاجه. بس برضو بطلع وبقول لو في حاجه حصلت عندي بنطلع وبنتكلم عليها، لعل وعسى حد يبقى مثلا عنده المشكله دي يعرف ان مش عنده بس، او انا مثلا هحط حاجه حد عنده المشكله، او انا قلت هجيب حاجه الناس تجهز وتجيب زيي، الناس تجهز وتجيب زيي، رغم ان كل الفراخ بسم الله ما شاء الله، بس برضو وارد فرخ 2 3 من الدوره مش هتمشي. يعني ان مشيت كلها جبت ال30 وربنا كرمك وذبحت ال30، دي حاجه كرم من ربنا بقى، ودي طعم من ربنا. جبت ال40 زي كده، وجيت 3 4 5 6 10 حسب ما يأذن ربنا باللي هيموت واللي يعيش، دي حاجه برضو طعم وحاجه بتاعت ربنا. بس ممكن تكوني مش مهمله زي كده، تهويه متظبطه، تدفئه متظبطه، الارضيه اهي بعيد عن الفضلات، بعيد عن الامونيا، بعيد عن اي نوع من لو حبايه علف وقعت في قلب الفضلات بينقوها يديلهم كوكسيديا وكوليستيريديا، نحطهم على شبك بلاستيك اهو. مفيش الكلام ده، نظافه في الاوضه. وبصوا الاوضه مخليها زي الفل اهو، كنساها ومنضفاها، مفيش اي حاجه. ممكن تكوني عامله كل حاجه ومنضفه كل حاجه ومظبطه كل حاجه وفراخك متظبطه، ووارد تخش تشوفي زي ما انا شايفه كده الفرخ هيمان خالص. حد هيقول لي شيليه من وسطهم يا ام مصطفى. هو يا جماعه مش ما فيهوش حاجه، هو ما فيهوش حاجه، هو مش قادر يمشي على رجله المشكله بصوا في رجله، لو انتوا لاحظتوا رجله كلها عامله مش قادر يمشي على رجله. الفرخ جسمه كويس اهو، بصوا يا جماعه، بصوا الفرخ جسمه احمر اهو زي بقيه الفراخ بالظبط اهي الفرخ جسمه. هي المشكله مش في جسمه ولا الفرخ فيه حاجه، المشكله في رجله. مره واحده كده الفرخ مش قادر يمشي على رجله، لكن هو لا عدوى قله ان رجله تعبانه هيعدي الفراخ. العدوى اللي حاجه اللي تعدي الفراخ حاجتين: الاسهال الاحمر لو سبت فرخ في وسطهم، او الكشاشين. اكتر حاجتين بيعدوا الفراخ من بعضهم الكشاشان والاسهال الاحمر. انتوا شفتوا لما فرخ كش عزلته وجي مات. فرخ سهل احمر لو ربنا كرمني بقى ولقيت اللي فرخ اللي سهل احمر ده، يعني لو شفته، ما انا معلش مبقاش عندي 40 50 فرخ والاقي اسهال احمر هطلعه منين؟ لو انا شفته بقى قدامي بطلعه اعزله، ما شفتوش مش هعرف اطلعه من وسط الفراخ. هي دي المشكله. الكاشش يبان، لو فرخ كاشش هيبان باين ان هو كاشش، لكن للاسف بقى لو في اسهال احمر زي ما شفت قبل كده ما اعرفش اطلع الفرخ.
لازم انا اقعد اشوفه بقى هو فين، في انهي حاجه في الفراخ عشان اطلعه. فبروح مضطره ان انا بعالج كله، او حتى جرعه كوكسيديا او غاليه شيح، وربنا بقى بيسترها ساعتها. هما الحاجتين دول اللي ممكن يكونوا يعني اسرع حاجه ان تعدي الاسهال الاحمر والكشاشات. فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويطعمنا خير، اللهم امين. كتاكيت رخيصه، كتاكيت برخص التراب. الناس اللي مأجله رمضان تجيبه دلوقتي، ما فرقتش 20 يوم، ما فرقتش 15 يوم. الناس اللي مستنيه 15 يوم وتجيب الدوره عشان يا دوبك تبقى على رمضان، قبل رمضان باسبوع ولا حاجه، هاتوا دلوقتي لان ما تضمنوش الظروف. ممكن في ثانيه بصوا تلاقوا الفرخ ب 40 جنيه، ب 50 جنيه، ب 30 جنيه. فيا ريت اللي عايز يجيب فراخ يا جماعه يجيب دلوقتي، عشان الناس اللي ما تقدرش تشتري الفرخ غالي تجيب دلوقتي وتحضنهم، وربنا يطعمهم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويجعل بيوتنا وبيوت المسلمين والعالم كله من فضل الله ومن نعمه الله مستوره، اللهم امين يا رب. هنعمل ايه بقى عشان ما نطولش الفيديو عليكم؟ السقايه مليانه، هنزود بس علف ونغسل السقايه دي في دقيقه ونملاها ونحط فيها خل، لان التانيه دي انا حاطه فيها خل الصبح. ماشي؟ يلا حبايبي، ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما تنسوناش في اللايكات والاشتراكات، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.